فيتامين سي ممكن يتأكسد مع الوش. انا دكتوره سما. في روشيتا هقول لكم خلاصه مشاكل الهايبر بيجمنتيشن. معايا كمان دكتور ميرال. هاي دكتور ايه سما. الاخبار؟ كله كويس؟ كله كويس. احنا عايزين نعرف ايه الجديد في عالم فيتامين سي. عارفين ان هو من اكتر حاجات اللي بتعالج البيجمنتيشن. ايه احسن حاجه دلوقتي موجوده اللي اي كلاينت لما تيجي تختار الفيتامين سي بتاعها وعلى اساسه تختار احسن برودكت يناسبها؟ طبعا الموجود دلوقتي ان احنا ممكن نحط كذا مكون على بعض عشان اشوف نتيجة افضل، مش بس مكون واحد. بصي، طبعا المعروف ان فيتامين سي هو اللي بيعالج مشاكل التصبغات، بس فيتامين سي ممكن يتأكسد مع الوش، فعلشان كده في حاجات بنخلطها على بعض علشان امنع مشاكل الاكسدة اللي بتحصل من فيتامين سي لوحده. ايه المكونات اللي ندور عليها من الاخر ننصح بيها الناس ان هي تبتدي تدور عليها؟ طبعا الاربع مكونات الاساسيه اللي لازم تكون موجوده في الروشته بتاعتي ان انا ادور على اللايبوزوم، الفيتامين سي، وفيوريك اسيد. انا بس حابه ازود في الروشته بتاعتنا ان احنا نقول للناس نحاول نهتم اكتر ببشرتنا وما نتعرضش للشمس. نخلي بالنا كويس قوي من ان احنا نحط سان سكرين، لان كل الحاجات دي هي اللي بتسبب لي التصبغات. شكرا دكتور ميرال، شكرا على وقتك، وبنشكر اي حد بيشوف البودكاست ده. استنوا روشتتكم في باقي حلقات روشته من الاخر.